انتوا فين يا بشر؟ اهو حد دخل اهو، واحد. احنا ميعادنا كان الساعة 6، دلوقتي 6:15. يعني قلنا نستنى كده ايه، نكون صلينا المغرب وكده. اخباركم يا ريت تطمنوني على الصورة والصوت. ايه الاخبار؟ الصورة والصوت واضحين؟ جايين نتكلم النهاردة عن الحب. مين مهتم؟ يلا حد دخل تاني اهو. يا ريت اللي يدخل يطمني على الصورة والصوت واضحين ولا ايه؟ نقول كلام مهم النهاردة في الحب. مش معتاد يعني، مش معتاد نسمع عن الحب. ايه الاخبار؟ طمنوني. ايه يا جماعة، طمنوني على الصورة والصوت واضحين ولا ايه؟ ابدأ. يا ترى متوقعين تسمعوا ايه النهاردة عن الحب في موضوعنا يعني عن الحب؟ اهو الحمد لله 2. 2 دخلوا. طمنوني على الصورة والصوت. سامعيني ولا ايه؟ والصورة واضحة ولا ايه؟ يا مسهل. طيب، اتكلم كده شوية عن اللي احنا جايين نحكي فيه النهاردة، عبال ما تطمنوني وعبال ما باقي الناس تدخل. اللايف ده اساسا كان المفروض ميعاده الخميس اللي فات، وانا اجلته للخميس ده. المفترض ان احنا مع بداية السنة انا قلت كل شهر ان شاء الله هيبقى فيه موضوع معين، يبقى كلامنا في الشهر ده عنه يعني. وشهر 1 كان موضوعنا عن الخوف، اتكلمنا عن الخوف وعملنا لايف عن الخوف. لو لسه ما شفتوهوش تبقوا تروحوا تشوفوه ان شاء الله بعد اللايف ده، كلام مهم برضو عن الخوف. وشهر 2 كان كلامنا عن الحب بما انه شهر الحب. والنهاردة جايين نتكلم عن الحب من
رؤية ووجهة نظر. آم، يعني نادر اللي اتكلم عن الحب من المنظور ده. آم، وده الحقيقة من اهتماماتي يعني، او نقدر نقول هو يعتبر من اهدافي ورسالتي في الحياة، انه تغيير البرمجة السلبية عن الحب. تمام. ف اعتقد ان انتوا هتسمعوا كلام مختلف النهاردة في الحب، واعتقد اللي متابعني هيبقى عارف انا ايه يعني ايه الرؤية اللي بتكلم فيها او منها عن الحب. آم، طيب، نبدأ كده. تفتكروا ايه هو الحب، او ايه معنى الحب، او ايه اول حاجة بتيجي في بالكم لما بتسمعوا الكلمة دي حب؟ ايه اول حاجة بتيجي في بالكم؟ تاني، آه، اول ما بتسمعوا كلمة حب ايه اول حاجة بتيجي في دماغكم على طول؟ شكرا استاذ زياد، شكرا. ها، ايه اول حاجة بتيجي في دماغكم اول ما بتسمعوا كلمة حب؟ اقول انا اعتقد المعظم بيبقى رابط كلمة حب بالعلاقة بين واحد وواحدة. استاذ زياد بيقول الحب هو احساس بالارتياح والانجذاب لشخص او لشيء. جميل. اذا انت شايف يا استاذ زياد ان الحب احساس، مشاعر. طيب، احنا لو دخلنا عملنا سيرش هنلاقي معظم الكلام بيتكلم في قصة او في سكة ان الحب علاقة ما بين ذكر وانثى. تمام، بالظبط، هو شعور. تمام، هنشوف. طيب، خليني اقول تاني انه لو دخلنا عملنا سيرش هنلاقي انه معظم ال الكلام وعلم النفس وكده بيتكلم في قصة او في سكة انه الحب هو علاقة ما بين ذكر وانثى، يعني ما بين راجل وست يعني. ولكن في يعني توجهات تانية بتشوف انه الحب هو اكبر من انه يكون علاقة ما بين واحد وواحدة. نقدر نقول ان العلاقة ما بين رجل ومرأة هو شكل من اشكال الحب. تمام، وفي تدرج. ولكن الحب هو اشمل من كده، يعني الحب هو مفهومه ومعناه اشمل من كده بكتير. يندرج فرع من فروعه بس هي العلاقة ما بين الذكر والأنثى يعني. تمام. طيب، لا خالص ما ينفعش. بص بقى يا أستاذ زياد، التعلق حاجة تانية خالص، ملوش علاقة بالحب.
وهنتطرق للكلام ده بعد كده لما نخش في اللايف شوية، يعني لما نحاول نوضح الأول ايه هو المفهوم الفطري للحب. أم، أنا يعني مهتمة بالموضوع ده يمكن بقالي مثلا من ساعة ما أنا عاملة البيج دي اوريدي، لأنه أنا من وقت ما اكتشفت رسالتي، من وقت ما اكتشفت موهبتي، وهو ده الاتجاه اللي انا مهتمة بيه و... ومهتمة بالتوعية فيه. تمام. فمن فترة انا كنت عملت كورس اسمه بوصلتك للسلام النفسي، بس حاليا انا بقالي فترة متوقفة، بس ان شاء الله هرجع له تاني بإذن الله. ف من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بندرسها في الكورس ده، واللي انا كنت عملت، يعني هو اساسا الكورس اسمه بوصلتك للسلام النفسي، والسلوجان بتاعه في حب وتقدير الذات. تمام. فكان اول حاجة خالص بتكلم فيها هو التعريف الفطري للحب. وطالما قلنا التعريف الفطري او المفهوم الفطري للحب فطرة، يبقى هنرجع نشوف مفهوم الحب ده في القرآن. تمام. فانا كنت عملت ترتيل لكلمة حب في القرآن، واللي ما يعرفش يعني ايه ترتيل، هو ان احنا بنجيب الايات اللي في القرآن، كل الايات اللي ذكر فيها كلمة حب، وبنستنبط منها معنى الحب. تمام. فايه بقى اللي ظهر لي؟ اول حاجة انه المفهوم هو مفهوم كلمة حب هو شيء فيه قبول، في رضا، في توافق، في انسجام، وفي قرب للقلب. حاجة تكون قريبة لقلبك، حاجة تكون بتحس فيها بالراحة. عشان كده التعلق، لو تعلق انت مش هتبقى مرتاح، انت هتبقى بتتعذب. حاجة يبقى فيها رغبة بتعملها انت بإرادتك، برغبتك، بكامل إرادتك ورغبتك، مفيش حاجة جبراك. وحاجة فيها تفضيل. ده الحاجات المرتبطة بمفهوم كلمة حب لما عملت ترتيل لكلمة حب. طيب، إذا الحب عشان نقول إن هو حب بمفهومه الفطري، بيبقى محتاج يتوفر فيه المشاعر دي اللي احنا قلناها: تقبل، راحة، تفضيل، رضا، رغبة. الحب في الله هو فيه تعلق بربنا. لا، مش فاهمة السؤال، معلش وضح كده، وضح يا استاذ زياد معلش. انت تقصد حب الله يعني، ولا ان انت تحب شخص في الله؟ او معلش وضح. طيب، يبقى اذا اول حاجة وصلنا لها انه في اللايف دلوقتي، انه الحب هو اكبر واشمل من انه يكون علاقة ما بين اتنين. تمام. طيب، انا ليا تصور كده، او حتى كنت كاتبه هنا عشان ما انساش، انه يعني استاذ زياد كان قايل انه الحب شعور. هو جزء من الحب شعور، بس انا احب اقول ايه، بشوف الحب كائن. يعني بشوف الحب هو كائن مستقل بذاته، والكائن ده بيركبنا، يعني بيخش جوانا. اما يخش جوانا ونعيش بيه، او احنا ما نسمحلوش انه يكون هو جوانا ونعيش بيه. تحب ربنا يعني حبك لله. اه طبعا، بس ما هو حبنا لله ده يعني ما هو حب الله حب، اسمه حب. ليه تعلق او ايه؟ طب قول لي مثلا ايه انت مفهوم التعلق عندك، بمعنى ايه؟ تمام.
طيب ارجع تاني للنقطة اللي هي بقول انا بشوف فيها الحب كائن. فمعنى ان هو كائن هيبقى يعني بيتميز بكل الاوبشنز اللي بيتميز بيها اي كائن. يعني هيبقى عنده شعور وهيبقى عنده عشان ما نسبقش. طيب عشان ايه؟ دي نقطة هنتكلم فيها بعد كده. طيب الحب، القيم العليا بقى والأساسية في الحب، تفتكروا ايه هي القيم العليا والأساسية في الحب؟ أنا بشوفها هم 5 قيم تقريبا، 5 قيم هم يعتبروا. طبعا الحب مليان بالقيم، بس أنا بشوف إنه في 5 قيم أساسية وزي ما بنقول كده هي قيم عليا. زي ما أنا قلت كده إن الحب كائن، فأي واحد أي بشر مننا يعني بيبقى له قيم عليا بتحركه في الحياة. فأنا بشوف الحب بما إنه كائن فهو ليه قيم عليا زي أي بشر فينا. فلما بحثت أنا وصلت لده، وصلت إنه ما ينفعش يبقى فيه حب أو في حاجة اسمها حب من غير ما يتوفر في ال5 قيم دول. تفتكروا ايه هما او ايه مثلا منهم؟ ها فكروا كده. يعني ما ينفعش يبقى في حب الا لما يكون القيم دي موجودة وبتتفعل. التعلق يعني ان الحياة مرتبطة بوجود الشعور. يعني في حد ممكن يعيش حياته على حب الله مثلا، زي ما يكون شعور بالتعلق بشخص انك مش عارف تتخيل حياتك في عدم وجوده. تمام. لو احنا هنقول التعريف بالنسبة لك كده، فنقدر نقول نقدر انه ده يبقى موجود في علاقتنا بربنا، بس ما ينفعش ان ده يبقى موجود في علاقة بشر ببشر. تمام، وضحت كده يعني؟ تمام، ده يبقى هو بس متوفر في علاقتنا بربنا. طبيعي طبيعي. احنا لولا الله احنا ما كناش وجدنا، يعني ما كانش لينا، هيبقى لينا وجود. فهي الشكل ده من العلاقة هو بس يبقى ما بيننا وما بين ربنا فقط. علشان كده لما بيتنقل ده لانه يكون ما بين بشر وبشر، فربنا بيختبرنا بقى في الحتة دي بحاجات كتيرة، انه ممكن نفقد الشخص ده او حاجة عشان يفكرنا انه ده التعلق مفيش يعني، او التعريف ده مش موجود غير بين البشر وربه فقط. تمام تمام. طيب نرجع تاني لل5 القيم العليا الأساسية للحب. أنا بشوف إن مفيش حب من غير حرية، مفيش حب من غير شجاعة، صدق، رحمة، بساطة. دول 5 قيم افتكروهم كويس، أساسيين، ونقدر نقول عليهم قيم عليا. لو هنعتبر انه الحب هو كائن، فهم قيم عليا للكائن ده: الحرية، الصدق، الشجاعة، الرحمة، البساطة. تمام. احنا يعني كده قلناهم كده، وفي خلال اللايف هنتكلم باستفاضة بقى عن القيم دي. طيب، بما انه ان الحب هو اكبر واشمل من انه يكون مجرد مشاعر، واذا هو حاجة
آه، آه، آم، انا بشوفها زي بتقام، يعني احنا سيستم كده بنقيمه داخليا، زي ما انا قلت انه كائن بيعيش جوانا وبنتحرك احنا بقى في حياتنا من خلاله. فهو سيستم بيتم اقامته. تمام. طيب، واي سيستم بيبقى له قوانين، صح كده؟ طيب، تفتكروا ايه هي القوانين الثلاثة للحب؟ يعني بينظموا آه، موضوع الحب ده. ثلاث قوانين، عندنا ثلاث قوانين أساسيين آه، في سيستم الحب، أو في إقامة سيستم الحب جوانا. تفتكروا ايه هما؟ ممكن يكون ايه مثلا؟ في واحد منهم احنا لسه قايلين قيمة من القيم العليا في الحب. اتنين. والحقيقة ان كل قانون من دول هو عايز لايف لوحده. عايز لايف لوحده نتكلم فيه عليه. اساسا موضوع الحب ده مليان يعني بالمعاني والمفاهيم الكتيرة جواه اللي محتاجة لايفات كتيرة نتكلم عليها فيها يعني. طيب، عشان ما اطولش عليكم، احنا عندنا ثلاث قوانين. اول قانون قانون الحرية، تاني قانون قانون الصدق، وتالت قانون قانون الإيمان. ثلاث قوانين لإقامة سيستم الحب داخليا: قانون الحرية، قانون الصدق، قانون الإيمان. طيب، قانون الحرية عكسه قانون التسلط والتحكم. يعني ما ينفعش حب يبقى فيه تسلط وتحكم، ما ينفعش. يعني ما ينفعش انت تبقى عايز تتحكم في شيء وتقول اصل انا بحبه. تمام. فاول حاجة هو قانون الحرية. فكرة منح الحرية لينا وللي حوالينا في اختياراتهم. تمام. فاول قانون هو قانون الحريه، عكسه ايه؟ قانون التسلط والتحكم. ده هنلاقيه فين؟ في سيستم الخوف. ولو اللي ما شافش لايف الخوف يرجع يشوفه، لان احنا هيبقى كلامنا هنا هو انا بشوف انه اما احنا بنعيش الحياه زي ما انا قلت في اللايف اللي فات، اما بنعيش الحياه من منظور الخوف، او من منظور الحب. تمام. فلو انت مش مفعل في داخليا في السيستم اللي جواك قانون الحرية، بالتالي هيبقى قانون التسلط والتحكم هو اللي متفعل. طيب، قانون الصدق تفتكروا عكسه هيبقى ايه؟ او لو انت مش مفعل قانون الصدق في السيستم الداخلي اللي جواك، هيبقى ايه بديل ليه متفعل؟ ومحدش يقول الكذب. تفتكروا ايه هيبقى بديل ليه متفعل في سيستم الخوف؟ تفتكروا ايه هو؟ الاجبار. لانه هنا معنى الصدق بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بتعمل الحاجة دي وانت
نابعة داخليا من جواك بكامل إرادتك الداخلية لفعلها. مفيش حاجة بتدفعك، مفيش حاجة تانية داخلية بتدفعك لفعلها، اللي هو هيبقى الخوف من حاجة أو الخوف على حاجة. تمام. التظاهر بالحب. تمام، ما هو أنا هتظاهر بالحب ليه؟ فاهمني؟ يعني أنا هتظاهر بالحب ليه؟ إنه في حاجة داخلية جبراني، في إجبار. تمام، ده المقصود. انما عكسه الصدق، انت مش مجبر على فعل ده على فكرة. واللي بيخدم على ده قانون الحرية. انا بعمل ده بكامل ارادتي لانه انا عايز اعمله، مش عشان حاجة تانية، مش عشان خاطر انا مستني رد فعل معين، او انا بعمل ده علشان ده هيخلي اللي قدامي يشوفني بالطريقة الفلانية، او فاهميني اقصد ايه؟ يبقى تاني قانون هو قانون الصدق، وعكسه او بديله لو هو مش متفعل هيبقى متفعل قانون الاجبار. فطول الوقت تبقى حاسس ان انت بتعمل الافعال بتاعتك وهي نابعه من حاجه ضغط عليك. مفهوم؟ طيب، تالت قانون وهو قانون الايمان بقى، وده يعني من اكبر واعظم القوانين في الحب. نابع عن خوف، صح صح. ف فالايمان ده بقى حاجه كده ايه، قانون يعني عظيم. مفيش حب من غير ايمان. طيب، تيجوا نحاول نفهم اكتر ايه بمعنى ايه. طب قبل ما نفهم، لو هو ده مش موجود، عشان العكس او البديل بيوضح الامور اكتر. تفتكروا ايه اللي هيبقى موجود لو الايمان ده مش موجود، لو قانون الايمان ده مش متفعل، فبديله هيبقى ايه؟ بديل قانون الايمان اللي هو طبعا هيبقى متفعل في سيستم الخوف. بما اننا احنا يعني انا من وجهة نظري بشوف كده ان احنا يا اما بنعيش الحياة من سيستم الحب، يا اما بنعيشها من سيستم الخوف. فلو ما في، لو قانون الايمان ده مش متفعل، بديله لازم حاجة هتملى مكانه. ايه هي؟ ايه القانون اللي يملى مكان قانون الايمان؟ مش عارفين؟ اقول التبعية او الاتباع. لو انا مش مفعل داخليا في السيستم بتاعي قانون الايمان، يبقى البديل هبقى مفعل قانون الاتباع او التبعية. انا بستمد اماني من الاتباع، اطمئناني من الاتباع، ارتياحي واني مرتاح من الاتباع. طيب، معنى كده يعني هو الجزء بتاع الايمان ده انا برضو عايز له لايف لوحده. المصلحة، لا مش المصلحة، احنا يعني الاتباع، فكرة الاتباع. طيب، بفعل القانون ده ازاي او بيتم تفعيله ازاي؟ من خلال البحث والتدبر واعمال العقل بس. بما ان احنا قلنا البديل هو الاتباع، فاذا عشان افعل قانون الايمان انا محتاج ممكن فعلا معلش الكومنتات بتوصل متأخر. عشان اكون مفعل قانون الايمان
انا محتاج اني ابقى ببحث وبتدبر وبتفكر في كل حاجة انا بعملها، هي جاية منين. تمام. فكرة الاتباع وانه اخد الحاجة لانه هو اتقال عليها ان هي هو ده الصح وهو ده اللي المفروض يتعمل. طيب انا فين عقلي وفين قلبي؟ فين بحثي؟ فين تدبري؟ فانا عمري ما هيدخل الايمان قلبي طول ما انا متبع. دي انا قناعتي، عمر ما الايمان هيدخل القلب غير لما انا اكون ببحث وبدور في كل حاجة انا بتبعها او بعملها. تمام. وفي نقطة مهمة قوي هنا في قانون الايمان. ربنا بيقول ايه في سورة يونس؟ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. تاني، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. يعني الايمان ده مين اللي بيأذن بيه؟ الله. ويجعل الرجس على الذين لا ايه؟ لا يعقلون او لا يعقلون. يعني لو احنا هنعتبر ان احنا القلب ده، انا بعتبر ان القلب ده دوره مهم واساسي ورئيسي في ان احنا يعني نفهم الاشياء ونعقلها ونتفكر فيها. القلب دوره اساسي، وعشان كده ربنا بيقول في القرآن انا بس الآية تاهت مني، بس انه القلب ليه دور اساسي في التدبر، وليه دور اساسي في ان انت تعمل تفكر وتعقل الامور. تمام. طب ايه هو الريكس هنا؟ يبقى اذا انت مرتبط، الايمان بتاعك مرتبط بان انت تبقى بتعقل، بتتدبر، بتتفكر في الامور. والريكس هنا هو العائق اللي بيمنعك من الوصول لشيء ما، وفي الآية هيبقى هو اللي بيمنعك للوصول للإيمان. فأنا بشوف إنه الاتباع، لو أنا بتبع بشكل أعمى بدون ما أفكر، هو ده بيمنع وصولنا للإيمان، وإنه الإيمان يدخل جوه قلوبنا. تمام. فإذا الإيمان هو قانون مهم جدا 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 في سيستم، في إقامة سيستم الحب. قلوب يعقلون بها أو يفقهون بها تقريبا. أنا بس كنت عايزة أفتكر الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تقريبا يعني. فإذا القلب هو شيء أساسي جدا في عملية التفكر والتدبر. العقل محله القلب. دي معلومة. العقل محله القلب، هو عامة يعني أيا كان، بس يعني أنا بشوف إنه يعني إحنا بنعقل بقلوبنا فعلا. طيب لو انت بقى شخص عايز تفعل سيستم الحب في حياتك، محتاج تعمل ايه؟ احنا كده اتكلمنا على الخمس قيم الاساسية في الحب، ان احنا بنقول بنعتبرهم هم قيم عليا. اتكلمنا على القوانين الثلاثة للحب. طيب انا بقى دلوقتي عرفت الكلام ده وعايز افعل سيستم الحب ده، محتاج ان انا افعله في حياتي. اعمل ايه؟ طيب محتاج تكتسب
طبعا هم مش هم دول بس دول المهارات الاساسيه. 3 مهارات اساسيه عشان اقدر اعمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، ان انا افعل القوانين دي وان انا افعل القيم دي. محتاج اكتسب 3 مهارات اساسيه في شخصيتي. ايه هم بقى؟ المهاره الاولانيه اليقظه. المهاره الاولانيه اليقظه. المهاره الثانيه الشجاعه. والمهاره الثالثه تحمل المسؤوليه. يبقى لو انا عايز افعل سيستم الحب في حياتي محتاج اكتسب 3 مهارات اساسيه: مهاره اليقظه، مهاره الشجاعه، مهاره تحمل المسؤوليه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ طيب، اليقظه بمعنى ايه؟ اليقظه بمعنى الحضور. حد منكم سمع عن مصطلح الحضور قبل كده؟ أفلم يسيروا في الأرض فيكون لهم قلوب يعقلون بها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صح؟ أيوة، هي دي من ضمن الآيات اللي بتبين قد إيه إنه القلب هو من الأعضاء المهمة في الجسم اللي بنستخدمها في التفكر والتدبر. اليقظة يعني ايه؟ اليقظة بمعنى الحضور، بمعنى اني اكون حاضر في اللحظة، حاضر في اللحظة اللي انا فيها دلوقتي. وكنت عملت انا برضو قبل كده محاضرة عن الوعي، هي بتتكلم في المفهوم ده، اسمها الوعي وحبشتكناته. كنت عملتها من حوالي سنة كده على زوم، ممكن ابقى اعملها تاني ان شاء الله. فاليقظة بمعنى اني اكون حاضر في اللحظة، حاضر دلوقتي انا بعمل ايه. يعني حاضر بمعنى ان انا مش قاعد مثلا انا بتفرج على التلفزيون ولكن عقلي بيفكر في الموقف اللي حصل النهاردة في الشغل. مفهوم؟ يعني انا جسمي في حتة وعقلي في حتة تانية خالص، اما بيفكر في حاجة عدت او بيفكر في حاجة لسه جاية. انا كده مش مفعل اليقظة. وغالبا يعني معظمنا بيبقى كده، يعني انت بتبقى بتعمل حاجة وعقلك ده شغال في حتة تانية خالص. صح؟ اللي هو انت مش حاضر في اللحظة الحالية. فدي فكرة اليقظة او مفهوم اليقظة، ان انا اكون حاضر في اللي انا بعمله دلوقتي بكامل وعي. كل ما عقلي ياخدني في حتة، لا ارجع للحظة الحالية واركز فيها. موضوع مش بسيط على فكرة، محتاج تدريب، محتاج ان انا اكون عايز ده فعلا بجد بحقه حقيقي، مش لانه هيبقى محتاج مننا مجهود وممارسة. فاني اكون حاضر في اللحظة الحالية. الحضور هو الاثر ناتج عن الحضور. ان انت بالظبط اللي بتتركه بوجود بالظبط. فكرة ان انت تكون حاضر في اللحظة اللي انت فيها دلوقتي بكامل وعيك في الحدث اللي بيحصل مع الناس اللي حواليك، فانت هتقدر تأثر فيهم. النتيجة ان انت هتقدر تأثر فيهم. لكن لو انت قاعد بجسمك وحواليك ناسك، أسرتك، ولكن انت مش واعي لأي حاجة من اللي بتحصل في الحدث الحالي معاهم وعقلك في حتة تانية، فانت هتأثر ازاي؟ انت اوريدي مش معاهم. لانه هو الحضور مش بالجسد، الحضور
بالوعي، بان انا ابقى بتفاعل بالتفاعل مع اللي بيحصل حواليا واللي بيحصل في اللحظة. تمام، وضحت كده مفهوم اليقظة؟ ده اول نقطة او اول مهارة محتاج ان انا اشتغل عليها واكتسبها لو انا عايز افعل سيستم الحب. طيب، تاني مهارة وهي مهارة الشجاعة. وهنا بقى محتاجين نقول يعني ايه شجاعة. شجاعة مش بمعنى بطولة، او بقى ان جرأة او لا. شجاعة هنا انا عجبني هنا تعريف اليومين دول انا بقرأ كتاب اسمه نعمة عدم الكمال، لكاتبة امريكية، والحقيقة انا مش فاكرة اسمها للأسف. الكتاب ده فظيع، تحفة يعني. بتعرف هنا الشجاعة بمعنى ايه. هي بتقول ايه في الكتاب؟ بتقول انه جذر كلمة شجاعة في الانجليش يعني courage. او يعني كلمة شجاعة courage وجذرها كور، COR، وانه كلمة كور دي كلمة لاتينية. معناها ايه بقى؟ معناها القلب. متخيلين؟ الكاتبة في الكتاب بتاعها بتاع نعمة عدم الكمال بتقول انه كلمة شجاعة هي ايه مع بالانجلش اسمها كورج، والجذر بتاعها كور، وكور دي كلمة لاتينية تعني القلب. وهي بتقول من هنا كان للشجاعة تعريف مختلف تماما عن المعروف عنها، وهو انه تفصح عما يدور ببالك بأن تقول كل ما بقلبك. يعني بمعنى كده انه اللي في قلبي على لساني، اللي جوايا انا بظهره وبقوله، طبعا بالمعنى اللطيف، مش بمعنى عشان في ناس ايه تلاقيها طلع كلام دبش كده من بقها وتقول لك اصلا انا اللي في قلبي على لساني. لا لا. وده اللي بيحكمه بقى قيمة الرحمة من القيم العليا في الحب. اذا كلمة شجاعة هنا اللي هي، او هنقول بقى المهارة اللي انا محتاج اكتسبها، تاني مهارة بعد اليقظة، هي الشجاعة بالمعنى انه ابقى بعرف اعبر عن اللي جوايا، ما بيبقاش جوايا حاجة وانا بظهر حاجة عكسها. فده معنى الشجاعة المقصود في إقامة سيستم الحب. تالت مهارة محتاج ان انا اكتسبها، وهي مهارة تحمل المسؤولية. مهارة تحمل المسؤولية بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ايه اكون متحمل المسؤولية؟ بمعنى اني معيش في دور الضحية. الكتاب اسمه نعمة عدم الكمال. نعمة عدم الكمال. تحمل المسؤولية بمعنى اني معيش في دور الضحية، بمعنى اكون متحمل مسؤولية اخطائي، بمعنى اني اكون واعي ومدرك انه انا مسؤول عن حياتي، عن كل تفصيلة في حياتي، انه ما يبقاش عندي شماعات، انه شماعات اعلق عليها اخطائي او اعلق عليها اي حاجة بقى، انه ما يبقاش دايما في حاجات خارجية هي
هي فكرة اني ابقى عايش دور الضحية، ابقى مسؤول مسؤولية كاملة عن حياتي وعن اختياراتي. مبقاش واهم نفسي، اصلي ده وهم. يعني الناس اللي هي بتبقى شايفة اصلي انا ما باليد حيلة، اصلي مش عارفة ايه هو السبب، اصلي لو كنت اتولدت في اسرة بتاخد بالها من كذا ومن كذا كان حالي اتغير، اصلي لو كنت اتجوزت راجل بيهتم بكذا وكذا كان حالي اتغير. دي كلها حاجات عكس تحمل المسؤولية النفسية، تحمل المسؤولية الشخصية لحياتي. وأنا مسؤولة أو مسؤول عن اختياراتي، كامل المسؤولية، سواء أنا كنت واعي لده أو مش واعي ليه. دي جملة مهمة جدا، احفظوها كويس. أنا مسؤول كامل المسؤولية عن حياتي وعن اختياراتي، سواء بوعي مني أو بدون وعي. فدي تالت مهارة محتاجة أكون بسعى لاكتسابها، وهي إني أبقى بتحمل مسؤولية حياتي. محدش له يعني اليد في تشكيل حياتي الا انا اللي بسمح بده، سواء بوعي او بدون وعي. فلازم اكون عارفه ده كويس او عارف ده كويس، ما اضحكش على نفسي، ما اوهمش نفسي، وابدا اخد الخطوات من النهارده في اني اكون متحمل المسؤوليه في تشكيل حياتي. تمام؟ طيب، النقطة اللي بعد كده، احنا عندنا 4 عواميد أساسية للحب محتاجين نبنيهم جوانا. أنا مش عارفة احنا هنلحق نخلص كده النهاردة كلامنا المفروض جايين نقوله ولا ايه الصراحة. احنا ممكن هيبقى كده هنقسم اللايف ده بقى على مرتين، عشان أنا مش حابة إن احنا نكروت يعني. طيب، ده بيفكرني بكلمة لواحد حكيم كان بيقول: خليك مثير لأي حاجة إلا إنك تكون مثير للشفقة. حلوة الجملة دي، صح. للأسف في ناس اعتادت ده وبقت يعني بتشحن طاقة من كده، بتشحن طاقة من ده للأسف، وهم مش واعيين. فمحتاجين ان هم يفعلوا اليقظة بقى، يفعلوا او يكتسبوا المهارة بتاعت اليقظة عشان يعرفوا يتحكموا في الموضوع ده ويتحملوا مسؤولية حياتهم. طيب، احنا المفروض لسه عندنا عايزين نتكلم على ال4 عواميد الأساسية للحب، ومحتاجين ان احنا نتكلم عن المحاور ال3 للحب، ومحتاجين نتكلم عن الحب كمرحلة وعي. طيب، ممكن نكمل كلامنا ونقول مثلا عمودين، ونكمل بقى في لايف تاني ان شاء الله. بس ممكن ناخد بريك 5 دقايق ونرجع نكمل. اوكي؟
يا هلا يا هلا، انا جيت تاني. انا جيت. اللايف التاني يكون على الانستا. مش عارفة، بس ممكن نعمله على الاتنين، ممكن نعمله على الفيسبوك بيج وممكن نعمله وعلى الانستجرام. طيب، عشان ما اطولش عليكم، هنتكلم في احنا كنا واقفين عند ان احنا في 4 عواميد اساسية للحب. تمام. هنتكلم في عمودين، هنقول عمودين ونكمل الباقي ان شاء الله اللايف اللي جاي. تمام. طيب، اول عمود، وطبعا لما بنقول عمود انه ده اساس البناء يعني، ومحتاج ان احنا نبقى يعني ايه مبني بشكل او مقام بشكل قوي، لانه هو حاجة اساسية من غيرها البناء كله هيقع، صح كده؟ فاول عمود من العواميد هو المشاعر. المشاعر يعتبر عمود مهم جدا واساسي في اقامة سيستم الحب. طيب، المشاعر هنا بتمثل ايه؟ بتمثل المحرك والسنسور. بمعنى انا مفيش فعل بفعله الا لما بيكون وراه مشاعر بتحركني عشان اعمل الفعل ده، وفي نفس الوقت المشاعر اللي بشعر بيها هي سنسور بيقول لي انا محتاج اوقف ايه ومحتاج اعمل ايه، ايه اللي ناقص او ايه اللي زايد زيادة عن اللزوم. فاهمني؟ اذا المشاعر من الاشياء المهمة جدا لو انت شخص عايز تفعل سيستم الحب جواك او تفعله في حياتك. وطبعا انت عشان تفعل حاجة في حياتك محتاج تكون فعلها داخليا. فلو انت عندك الاهتمام ده فمحتاج تاخد بالك من موضوع المشاعر ده. الافضل ابني الفعل على الشعور ولا ابني الشعور على الفعل؟ هو الشعور مش بيتبنى، يعني الشعور بيطلع بشكل تلقائي. طبعا بيبقى وراه، او المشاعر دي بيبقى وراها فكرة، ولكن لو هنقول الاساس ايه، يعني احنا ممكن لو فكرنا فيها كده شوية هنلاقيها عملية متبادلة. يعني انا دلوقتي بقوم بفعل معين. طيب، محتاج اخد لحظة كده مع نفسي، وطبعا بالممارسة ده بيبقى بشكل تلقائي. هو انا بعمل ده ليه؟ ايه المشاعر اللي ورا الفعل ده؟ تمام. ده اولا. لو هنقول انه ابني الشعور على الفعل، ما هو امتى وعلى اساس ايه؟ يعني لو انا هتكلم مثلا انه انا
محتاجة احس مثلا بمشاعر بهجة. انا دلوقتي محتاجة احس بمشاعر بهجة مثلا، فاكيد انا هفكر إيه الافعال اللي انا بحب اعملها وبتحسسني بالمشاعر دي، فاقوم اعملها. ساعتها هيبقى انا ببني الشعور على الفعل. ولكن في العموم، في العموم هلاقي الاغلب هو انه الفعل بيبقى نابع من الشعور، او ببقى المفروض واعي للشعور اللي ورا الفعل اللي انا بفعله. ليه؟ لان عشان ما اجيش بعد كده واقول اصل انا عملت وسويت وما لقيتش، اصلي ايه في مثل كده ان انت لما تعمل خير يعني آه، يتقابل بالشر. فالفكرة في كده، فكرة ان انا ابقى واعي انا بعمل ده، وهنلاقي دايما انه دايما في مركزية. هي ايه مركزيتنا؟ الله، اساسنا هو الله. ايوه، خير تعمل شر تلقى. ايوه وائل زوجي العزيز خير تعمل، ايوه الحقني كده الحقني، خير تعمل شر تلقى. اصلي فاهمني؟ فهو الفكره هنا انه ان انت تبقى واعي وتبقى عارف ومدرك انا بعمل ده عشان ما ارجعش بعد كده بقى اندم وادخل في سكه يا ريتني ما عملت. اصلا انا لما بعمل كده، اصل البني ادم لما بيكون مش عارف ايه بياخد فوق دماغه، اصلي لا 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 لا، ابعد عن السكه دي خالص. فدايما دايما خلي افعالك تكون واعي المشاعر اللي وراها ايه، ودايما تظبطها وتسيستمها ان يكون واجهتها الله، فهترجع لك اضعاف مضاعفه. تمام؟ ده بمعنى انه يكون المشاعر المحرك. يعني مثلا اني اذاكر ده فعل، بس لو بنيته على نفسيتي، لو انا مرهق مثلا مش هذاكر فهسقط. انما لكن لو ذاكرت وحطيت نفسيتي على جنب وانجح في الاخر، هيكون الشعور احسن مع صرف النظر عن ايا كان شعوري. تمام؟ بس انا ليا يعني تعقيب هنا. ما هو انا ممكن ابقى المفروض ان انا اذاكر، بس انا نفسيتي ابقى متضايق مثلا ومرهق ومخنوق ومن جو المذاكره والضغط وهكذا. ادور ازاي اخرج نفسي من الحاله دي على قد ما اقدر، عشان اكون بعمل ده على الاقل بنسبه الى حد ما فيها راحه. يعني مش لازم راحه تامه وانه ابقى مقبل على ده بكامل طاقتي، لانه اوقات كتير احنا بيحصل لنا ان احنا بيبقى مطلوب مننا حاجات ضروريه في وقت معين، واحنا بتكون طاقتنا خلصت، او بنكون تعبنا، بنكون استهلكنا. ففكرة لو هنعمل زي ما انت بتقول كده يا زياد، انت مش هتتعب. اولا مش هت لو هناخدها على مثال المذاكرة، مش هتقدر تستوعب كويس، وفي نفس الوقت انت هتبقى برضو متضايق. يعني لو هنتكلم ماشي ممكن تحصل بنسبة، بس ليه ما يكونش فيه حل بديل؟ اني احاول اعمل اي حاجة مختلفة عن موضوع المذاكرة وارجع لها تاني. انه احاول يعني بمعنى انه احاول بقدر المستطاع وبقدر الامكانيات المتاحة اني اخرج نفسي من الحالة دي ولو بنسبة بسيطة، وارجع تاني اكمل. يعني دايما دايما اخلي فيه اهتمام للمشاعر، ما تجاهلهاش او ما اهملهاش. اقول مش مشكله انا هضغط على نفسي دلوقتي بس بعد كده هتبسط. لا، ما انا لو في ايدي دلوقتي حتى ولو بنسبه 20%
يعني اغير في المشاعر دي شويه، اعمل ده. ولو مثلا هيبقى بكوبايه حاجه اشربها بحبها، اقوم انزل اتمشى ربع ساعه واطلع اشم هواء، اي حاجه اخرج نفسي. فدايما المقصود اني ادي الاهتمام للمشاعر، ما تجاهلهاش. مهم جدا مهم جدا ان احنا لو احنا عايزين نفعل سيستم الحب، انه ابقى فيه اهميه للمشاعر. تمام. ده بالنسبة للمحرك. السنسور اللي هو اللي احنا لسه كنا متكلمين عنه دلوقتي، فكرة ان ابقى واعي لمشاعري، انا حاسس بايه، اناقشها، اشوف الفكرة اللي وراها، لانه احنا دايما مشاعرنا بتبقى نابعة من افكار. تمام. ف بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان المشاعر يكون ليها الاولوية والاهمية الكبيرة في حياتي لو انا عايز اقيم سيستم الحب. وانا بعتبرها هي جندي قوي من جنود الله في نفوسنا. ف المشاعر لو ملهاش لازمة ربنا ما كانش اوجدها فينا. طيب، اعمل ده ازاي؟ اتعلم عن المشاعر، اتعلم عن ادارتها، واتعلم عن مناقشتها، واتعلم عن التعبير عنها. دي الطريقة اللي أنا أبني بيها العمود ده، أديها الأهمية، بمعنى إن أنا أتعلم عن المشاعر، أشوف إزاي أعبر، لو أنا أعبر عن مشاعري إزاي ما أكتمهاش، إزاي أفرغ مشاعري، إزاي أناقشها. كل الحاجات دي بت بت بتشارك في بناء العمود ده، اللي هو من أهم العواميد في سيستم الحب. طيب، لو جينا بصينا انه في العمود ده، في بناء العمود ده، هكون بفعل قيمة الايه؟ هكون بفعل قيمة الصدق والشجاعة اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، اللي هم من القيم الخمسة العليا للحب. تمام. طيب، تاني عمود وهو التواصل الروحي. طيب، انا هضطر كده، لانه كده احنا كده تقريبا بقالنا ساعة او اكتر، فكفاية عليكم كده. هضطر اقفل اللايف ده ان شاء الله، ونكمل اللايف اللي جاي، هنكمل فيه بقية العواميد. هنكمل العواميد الثلاثة الباقيين الاساسيين في الحب، وهنتكلم عن الحب، المحاور الثلاثة للحب، وهنتكلم عن الحب كمرحلة وعي. يعني اتمنى انه يكون استفدتوا من كلامنا النهارده، او يعني الجزء البسيط اللي احنا اتكلمنا فيه كده، لان انا حاسه ان انا في يعني في كلام كتير لسه عايز يتقال. ف احب اعرف رايكم في الكومنتات في الكلام اللي احنا اتكلمناه كده النهارده، ولو عندكم اي استفسارات، اي اسئله بخصوص الموضوع ده، يا ريت تحطوها، نكملها ان شاء الله ونجاوب عليها في اللايف اللي جاي باذن الله. يعني في خلال اليومين اللي جايين هنزل بوست بالميعاد ان شاء الله بتاع اللايف اللي جاي باذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده، واشوفكم على خير اللايف اللي جاي. سلام.